ناس كتير بتتدخل في شؤون الناس، بالذات الفنانين، يعني بيعتبروا نفسهم يعني ليهم حق انهم يتكلموا في ادق التفاصيل مع الفنانين نفسهم على البيدجات بتاعتهم. يعني في بعض الفنانين بيضايقوا ريهام حجاج بحجة يعني ان هي ايه، او زي ما هم شايفين بقى ان هي اتجوزت شخص كان متجوز زميلة ليها بالطريقة بتاعتنا، يعني كمصريين انها خطفت حد من حد يعني. ففي ناس بتروح بعت حاجات غريبة جدا، يعني واحد بعت ايه مثلا ليها واحدة: عدم احترام مشاعر الغير حاجة وحشة جدا، بكرة تفهمي كلامي، ده لما تشربي من نفس الكاس اللي سقيتيه لياسمين، كل ساق يسقى بما سقى. ايه الكاس اللي سقيته لياسمين؟ ومحدش عارف اصلا هم انفصلوا ليه. ما ممكن تكون انفصلت عادي، ممكن ياسمين نفسها اللي تكون انفصلت. هم ليه في دماغهم ان واحده خطفت حد من واحد؟ وايه خطفت دي؟ وفي حاجه اسمها راجل بيتخطف يعني؟ اكيد الراجل اللي هو بينفصل ده وخلاص، يعني بيشوف الحياه التانيه انتهت، او هي طلبت اساسا الانفصال فبينفصل. محدش عارف تفاصيل الموضوع، يعني انا نفسي ما اعرفش. لكن ما اروحش اقول بقى لياسمين عبد العزيز انت ليه انفصلتي؟ مش كنت يا بنتي تخليكي في بيتك وتحافظي على بيتك؟ ما طبعا حاجه تضحك جدا ان واحد يتدخل لدرجه انه يكلم الناس على البيجات بتاعتها في مواضيع اصلا ما يعرفهاش. ممكن تقول له هو اللي انفصل، هو اللي طلب الطلاق، وانت مالك انت اصلا؟ وهيبقى عندها حق. لكن حد اهو وراح تردك: وكل ساق بما يسقى بما سقى. تمام. المهم ريهام حجاج ردت رد انا شايف انه رد كويس: عدم احترام حياه الناس والتدخل فيما لا تعلمي عنه شيئا، او نفس الكلام اللي بنقوله، ولا يعنيكي، يعني مش مهم بالنسبه لك، هو اللي عيب. عدم احترام النصيب واقدار الله هو اللي حرام. اتهام الناس بالباطل والحكم عليهم حرام. ربط اسم ست محترمه طول الوقت بطليقها رغم انها ليها حياتها وكانت على ذمه راجل تاني محترم برضه، منتهى العيب والحرام. انا حابب الجمله دي قوي، انها اتكلمت عن ياسمين عبد العزيز بمنتهى الاحترام وكده. تمني الشر للغير شيء مؤسف ومريض، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. صدق الله العظيم. حلي عن الناس. يعني أنا شايف رد موجز وكويس جدا، وشايف ان الاشتباك مع الممثلين في البيدجات بتاعتهم وفكرة انك تبقى متأكد من معلومة في دماغك وتطلع في الاخر غلط، ده مش حقيقي بصراحة. يعني هي بانت كل الهجوم بتاعها ده على انها يعني كانت سبب في انفصال ياسمين عبد العزيز عن زوجها الاولاني. دي كانت حلقتنا النهارده، ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس وتدوس لايك لو الفيديو عجبك، وانتظرنا في الترند الجديد.